هاد لاموس اساسيه بالنسبه ليا ولازم كل وحده فيكم تتعلمها. اليوم درتها لكم بذوق البيستاش. عندي الحليب تاعي نحطو يدفى شويه فوق النار، نجيب ورق الجيلاتين نإدراتيه في شويه نتاع الماء يكون بارد، ونجيب صفار البيض نزيد له شويه سكر لافاني، نحركو مليح حتى يبيض، نفرغ عليه نص كميه الحليب اللي كان دفى، نخلط مليح ونعاود نرجعو في الكاسرونه تاعي، نحرك على نار قليله حتى نتحصل على هذا القوام. جوست ما نتحصل على هذا الخط، وبلاكم طيبوها زياده حتى تلحق 84 درجه ماكسيموم. نفرغ لا صوص انجليز تاعي فوق شوكولا بلون، نزيد لها الجيلاتين اللي كانت تشمخت، ونزيد لا بات دو بيستاش حوالي 2 مغارف كبار، ولا ديروا اي بات ولا اي شوكولا تحبوها في هذه المرحله. ومن الاحسن نميكسيها، نغطيها بالفيلم اون كونتاكت ونخليها تبرد شويه. من جهه واحده اخرى راح نطلع لا شانتيي تاعي مع الحليب، جوست ما نتحصل على هذا القوام، ما تكونش طالعه بزاف. من بعد راح نخلطها مع الخليط الاول تاع البيستاش تاعي غير بشويه، ونساعفها باش ما تطيحش لاموس تاعي ما تسيباراش. من بعد نحطها في لي فيغين تاوعي، ندخلها للثلاجه من 4 ل 6 سوايع حتى تبرد مليح وتتماسك هذيك الجيلاتين. نزينها ونقدمها بزاف خفيفه بنينه، واهم شيء نتوما تتحكموا في الاذواق.